الحسن ده شكله مش هيجيبها البر. ده بعت لي فويس تاني، تعال اسمع بيقول ايه. مش هم قالوا هيمنعوني وهيهددوني بقفل قناتي؟ بس نسوا حاجة واحدة بس يا أحمد، إن الجمهور هو اللي بيقرر. والرد بقى إن الأغنية الجديدة اللي لسه نازلة من شوية ترند رقم واحد. أخويا يا أبو حميد. يا ابن اللعيبه، الاغنيه الجديده بقت ترند رقم واحد. خبر يهمك مع احمد مطوع. فعلا يا جدعان، بحثت عنها لقيتها ترند رقم واحد. لا ده كده مش هيقفل لك القناه، ده كده ممكن يقفل لك السوشيال ميديا كلها. بص يا جدعان، لكل مجتهد نصيب وهو ابن حلال، بس ربنا بقى يستر عليه. اللي انتوا مش فاهمين ان في ناس بتبقى دافعه كتير عشان موضوع الترند ده، فان شاب يطلع يعمل اغنيه ياخد ترند رقم واحد عليهم وعلى المشاهير دي كلها، دي حاجه كبيره. منشنوا الحسن وقولوا له مش هيسيبوك، وصلوا على النبي. الحسن ده شكله مش هيجيبها البر. ده بعت لي فويس تاني، تعال اسمع بيقول ايه. مش هم قالوا هيمنعوني وهيهددوني بقفل قناتي؟ بس نسوا حاجة واحدة بس يا أحمد، إن الجمهور هو اللي بيقرر. والرد بقى إن الأغنية الجديدة اللي لسه نازلة من شوية ترند رقم واحد. أخويا يا أبو حميد. يا ابن اللعيبه، الاغنيه الجديده بقت ترند رقم واحد. خبر يهمك مع احمد مطوع. فعلا يا جدعان، بحثت عنها لقيتها ترند رقم واحد. لا ده كده مش هيقفل لك القناه، ده كده ممكن يقفل لك السوشيال ميديا كلها. بص يا جدعان، لكل مجتهد نصيب وهو ابن حلال، بس ربنا بقى يستر عليه. اللي انتوا مش فاهمين ان في ناس بتبقى دافعه كتير عشان موضوع الترند ده، فان شاب يطلع يعمل اغنيه ياخد ترند رقم واحد عليهم وعلى المشاهير دي كلها، دي حاجه كبيره. منشنوا الحسن وقولوا له مش هيسيبوك، وصلوا على النبي.